السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ دي محاضرة 8 في ريفيت 2023. المرة اللي فاتت آخر حاجة اتكلمنا على السلم وازاي ان احنا نعمل السلم بتاعي سواء كان ريكتانجولار او سلم دائري، وعرفنا تفاصيل السلم كلها. النهاردة عايز ان انا ابدأ اشتغل في الفيرست فلور. طيب هندسة، هل انا بعد ما عملت الأعمدة بتاعتي والكاميرات وعملت السلم بتاعي هل هروح ارسمهم تاني في الفيرست فلور؟ هقول لك لا هندسة، احنا ممكن نروح على الجراوند ليفل هنا. هو بيفكرني ان انا اعمل سيف للبروجكت، اقول له سيف البروجكت بتاعي. تمام. فممكن ان انا اروح للجراوند ليفل عندي وبعدين ابدا اعمل سيلكشن كده هندسه، ومن فلتر هنا ظهر لي كل حاجه انا رسمتها، فاقول له تشيك نان وابدا اختار الحاجات اللي انا عايز ارسمها في الدور الاول بتاعي. فهقول له مثلا انا عايز كده، هقول له انا عايز الفلور. تمام. وعايز الاستراكشرال كولوم والاستراكشرال فريمنج اللي هي البيم، وعايز كمان التير بتاعتي. طيب هقول له يا هندسه واختار من هنا الريلينج واقول له اوكي. تمام كده. بعد ما عملت سيلكت على الحاجات دي هروح من هنا واقول له عايز اعمل كوبي، وبعدين هنا على بيست ليفت كليك اختار الليجن تو سيلكت ليفل، هختار له الليفل اللي انا عايزه. انت عايز تنسخ الحاجه اللي انت عملتها دي فين؟ هختار له هنا في فيرست ليفل واقول له اوكي. اصبر على الجهاز بتاعك شويه كده هيبدأ يحمل بغض النظر عن الرساله اللي ظهرت دي، وروح لل 3 دي. هتروح لل 3 دي، لو بصيت كده هتلاقيه نسخ لك كل حاجه من الدور الارضي بقى الدور عندي الاول. لكن انا عندي مشكله، لو ركزت هنا كده هندسه العمود هنا كان كله قطعه واحده فكان واصل هنا للفاونديشن، لكن هنا هنا الاعمده بتاعتي كلها موجوده لكن فيها الجزء الزياده ده. طب احل المشكله دي ازاي يا هندسه؟ هروح للفيرست ليفل من هنا كده وبعدين ابدا اعمل برضو سيلكشن تاني، وبعدين فلتر تشيك نون. انت عايز تعدل على ايه؟ عايز اعدل على القلم يا هندسه، فاروح على السلكشر القلم كده واقول له اوكي. هاجي هنا كده يا هندسه، البيز ليفل بتاعها هو الجراوند ليفل. تمام. طب البيز اوف ست هو هنا اعطوني سالب 80، لا انا عايزه صفر يا هندسه، واقول له تمام. طيب التوب ليفل بتاعي، التوب ليفل هو الفيرست ليفل. روح هنا كده هندسه على الرسم وبعدين روح لل 3 دي. لو جيت تبص هنا كده هتلاقي ان العمود بتاعي بقى موجود معايا من الجراوند ليفل لما للفيرست ليفل. طيب تمام. عايز نعمل ايه تاني يا هندسه؟ انا كده نسخت الارض بتاعي نفس الدور الاول بتاعي بالظبط، تمام، بالكاميرات بتاعتي والسلم وكل حاجه. تمام كده. طيب تمام. عايزين نبدأ نعمل يا هندسة، احنا كان عندنا الروف بتاعنا في الأعمدة بتاعة السلم من هنا، وهنعمل بلاطة للسقف بتاع السلم أو بيت السلم. طيب هنا الفيرست فلور كده وبعدين قول له أنا عايز أعمل سيلكت. عايز تعمل سيلكت لكام عمود؟ أدي واحد وكنترول، وأبدأ أختار اللي بعده وهكذا، العمود ده والعمود ده. انا كده اخترت كام عمود يا هندسه؟ كده اخترت 4 اعمده. قول له كوبي وبعدين قول له بيست، بس فين بقى؟ في الروف بتاعي عايز اعملهم ابدا انسخهم على الروف. روح كده هندسه لل 3 دي، هتبص تلاقيه يطلع لك ال4 اعمده بتوعك كملوا معاك فوق للروف. طب تمام. عايز ابدا هندسه اعمل البلاطه بتاعه الروف بتاعي من هنا. هاجي من عند الروف وبعدين هندسه انا عايز اعمل سلاب او فعلا انا ستراكشرال. تمام. وبعدين روف، اختار structural roof وبعدين يفتح معايا سكتش مود، يا اما ارسم باللاين يا اما ممكن اقول له rectangular من هنا كده لهنا كده، يحدد لي الشكل بتاع البلاطه بتاعي وبعدين اقول له اوكي. لو قلت له اوكي هندسه، روح بص كده في 3 دي، فعمل لي البلاطه بتاعتي عادي، لكن انا عايز اعمل البلاطه بتاعتي تكون بميول او تكون على شكل هرمي عشان مفيش ميه تقف فيها فوق. تمام كده. فاقول له هندسه ماشي، انا عايز اروح للروف تاني وبعدين ابدا اختار الشكل بتاعي ده وبعدين قول له edit sub element. عايز تعمل ايه بقى؟ شكل هرمي ولا عايز تعمل ميول على الجنبين؟ فاقول له هندسه انا افترضنا ان انا عايز اعملها شكل هرم. يقول لي عايز تحط النقطه بتاعتي فين؟ هاجي اقول له انا عايز احط النقطه بتاعتي هنا كده في السنتر بتاع البلاطه وبعدين سبيس. هاجي من هنا اجي على الارقام دي واقول له انا عايز ارفعها مثلا نفترض 100 سم واقول له روح لل 3 دي هندسه، اعمل اسكيب. بدأ ان هو يعمل لي ميول البلاطه بتاعتي وبحيث ان انا مفيش ميه تقف عندي في اي اتجاه من الاتجاهات دي. تمام. احنا كده هندسه خلصنا المنشأ بتاعنا كاستراكشر، لكن عايزين نبدأ نتكلم عن تسليح. فالتسليح معايا بيتكون من مجموعة أجزاء، يا إما تسليح فاونديشن أو تسليح قلم عمود أو تسليح بيم وهكذا تسليح بلاطة. تمام كده. وطبعا البلاطات عندنا بتختلف. طيب أنا عايز أبدأ أول حاجة أعمل تسليح العمود. تمام كده. طيب هروح للجراوند ليفل هنا يا هندسة،
او للنورث من هنا كده، واقول له هندسه انا عايز ابدا اعمل تسليح للعمود ده. طبعا انا مش هعرف اسلح العمود بتاعي هنا، فهاجي اقول له انا عايز اعمل سيكشن للعمود بتاعي عشان ابدا ان انا اسلحه. تمام. فاقول له مثلا عايز اعمل سيكشن في العمود ده، فمن فوق من هنا كده هتلاقي العلامه اللي هي الدايره وعليها السهم ده علامه السيكشن. هقول له عايز اعمل سيكشن يا هندسه. لو جيت تقرب ان انت تعمل سيكشن قلت له كليك كده وجيت تعمل سيكشن بالعرض مش هيرضى يعمل معاك سيكشن بالعرض، لكن لو قلت له لتحت كده او لفوق يبدا يعمل معاك سيكشن. تمام كده. فافترض ان انا اعمل السيكشن هنا كده. تمام. طيب انا هندسه انا كده مش شايف العمود بتاعي كريكتانجولار، اعمل ايه؟ هتقول له هنا كده هندسه من امر روتيت. تمام. طيب انت الروتيت بتاعك عايز تعمله منين؟ انا عايز اعمل السيكشن ده روتيت من هنا كده لهنا كده. تمام. طيب عملت الروتيت بتاعي، ابدا ان انا افتح السيكشن بتاعي. لو قلت له السيكشن ده كده انا عايز المه بس شويه كده. تمام. لهنا كده اعمل دراج. تمام. وبعدين قول له دبل كليك على السهم ده كده يبدأ يفتح لك معاك شكل العمود بتاعك. طيب انا شكل العمود بتاعي ده اللي هو فين يا هندسه؟ انا العمود بتاعي اهو، ده العمود بتاعي يا هندسه. طيب اعمله ازاي؟ انا بس هقلل السكشن بتاعي بحيث ان انا عايز اعمل عمود واحد. تمام. واذا احتاج التسليح هبدأ اكرره على بقية الاعمدة. تمام. فمن هنا كده هبدأ ان انا اعمل دراج للسكشن بتاعي من عند البابل دي كده لحد ما اوصل للعمود بتاعي اللي هو ده هنا كده. تمام. طيب نبدأ نعمل له تحديد تسليح ازاي يا هندسة؟ اقول لك هندسة بسيطة. اول حاجة انا حديد التسليح معايا المفروض ان انا بكون عارف عندي كام سيخ وابعادي قد ايه وهكذا. تمام كده. طيب هروح من structural بعدين ريبار. بعد ما اختار ريبار يا هندسة، اول حاجة عشان ابدأ ارسم هاجي من هنا كده اظبط شوية اعدادات. اول حاجة انا عايز يكون الاختيار بتاعي هنا current work plan، يعني المفروض اللي انا هرسم عليه يكون الورك بلان بتاعي. تمام. وهنا هندسة الكانات احطها parallel to work space. طب والاسياخ العمودية؟ طيب انا الكفر بتاعي هندسة اصلا هضيفه قد ايه؟ نفترض ان انا عايز ان انا اضيف كفر، فهاجي هنا كده على كونسومنت وبعدين اقول له ريبار كفر سيتنج وبعدين ليفت كليك. هنا كده موجود عندي مجموعة من الكفرات، فمثلا الكفر ده 25، الكفر ده 50 وهكذا. طيب لو عايز اضيف كفر جديد هقول له اد وبعدين ابدا اعدل في اسم الكفر بتاعي او الكفر اللي انا عايزه يكون كمل. تمام. لو عايز امسحه اقول له ديليت. تمام كده. طيب تمام. وبعدين يا هندسه هبدا ان انا اقول له انا عايز اشتغل زي ما قلنا على current work space والبارل عشان احط الكانات بتاعتي، وانزل من هنا كده يا هندسه يظهر معايا الحديد بتاعي. فهنزل من هنا كده لحد ما الاقي الكانه بتاعتي، ده شكل الكانه، وبعدين ابدا ادخل جوه العمود بتاعي. هندسه هو عامل لك قفل الكانه فوق هنا كده. طيب انا عايز اغير مكانه، سبيس من الكيبورد يبدا يغير لي مكانه هنا وبعدين هنا وبعدين هنا وبعدين هنا. تمام كده. طيب قبل ما اضغط كليك يا هندسه في من هنا كده الريبار بتاعي القطر بتاعه قد ايه؟ يعني عندي اقطار 10 13 16 19 20 22 وهكذا. طيب لو عندي يا هندسه قطر تاني غير دول، من هنا كده ايديت تايب وبعدين اعمل دوبليكيت اغير القطر اللي انا عايز احطه وبعدين اقول له اوكي. تمام كده. لكن انا هفترض ان انا عايز اشتغل على التسليح بتاع ال 13 دول. تمام. وبعدين اقول له ليفت كليك. كده انت عملت ايه يا هندسه؟ انا عملت الكانه بتاعتي بس. لو قلت عليها ليفت كليك كده يا هندسه جاب لي ان هي هنا لي اوت بتاعها سنجل، والعدد بتاعها كام؟ هو عدد هنا واحد. طب انت عايز تشتغل بالعدد هتحدد له هنا عدد. طيب لو عايز اشتغل يا هندسه بفيكسد نمبر يعني هقول له المتر فيه كام كانه. تمام كده. طيب لو عايز اقول له هندسه عايز اشتغل المسافه ما بين السيخ والسيخ الماكسيموم تكون قد ايه او المينيموم تكون قد ايه او عدد المسافات تكون قد ايه، فافترض ان انا اشتغل بالماكسيموم ما بين الكانات وبعدين اقول له انا عايز المسافه ما بين الكانه والكانه هنقول له 200 مللي وبعدين اقول له انتر. تمام كده. طيب وبعدين يا هندسه هرجع تاني هندسه اقول له من structural ريبار عايز ابدا ارسم الحديد بتاعي الطول. انا كده عملت الكنات. هاجي من هنا كده يا هندسه اختار يا هندسه هختار السيخ الحديد بتاعي، لكن هختاره انه يكون عمودي على الكفر بتاعي. وبعدين لما اجي هنا كده بدا ان هو يا هندسه يجي معايا بشكل دائري كده نفس السيخ بتاعي او نفس ما بعمل الشوب دروينج. فاقول له مثلا عايز احط هنا سيخ وهنا سيخ، ولنفترض هاجي هنا كمان في المنتصف واحط سيخ هنا. تمام. وبعدين هقول له هندسة كمان عايز احط نفس السيخ. تمام بس يكون بارل تو كفر عشان عايز احط كمان سيخين فوق. فاقول له تاني بالبنديكولار واقول له هنا عايز احط سيخ وهنا كمان سيخ. طيب
دولت مثلا هنا 5. ممكن احط هنا حديد الشرينكج بتاعي اللي هو، ممكن احط هنا السيخين اللي هم حديد الشرينكج بتاعي اللي هو بيبقى فاي 12 او 10 مثلا، فاقول له من هنا كده عايز احط ده فاي 10 وده فاي 10 سيخين، واخلي برضو فوق في سيخين هنا كده. تمام كده يا هندسة. طيب تمام، احنا كده عملنا ايه يا هندسة؟ انا كده عملت تسليح للعمود بتاعي. طيب هندسة، انا حابب ان انا اشوف الكلام ده في ال 3 دي يبان معايا ازاي. اروح لل 3 دي يا هندسة، وبعدين اعمل كده ايه سيلكت، وبعدين من فلتر، وبعدين تشيك نون، واختار structural ريبار وقول له اوكي. لما اخترت الاستراكشر ريبار يا هندسه، هتيجي هنا كده على الجرافيكس تلاقي حاجه مكتوب ايه فيو فيزابيليتي، وبعدين اديت، وبعدين قول له هندسه انا عايز اشوفه في ال 3 دي، اعمل تشيك مارك كده جنب ال 3 دي، هقول له اوكي. تمام كده. طيب لو جيت هنا كده هندسه بص على العمود بتاعي ده، تسليح كاميرا بالنسبه لي كان قديم هنشتغله دلوقتي. تمام. طيب عايز ابص على العمود بتاعي. طيب بص على العمود بتاعك كده هندسة، بدأ يعمل لي التسليح بتاعي زي ما انا طلبت منه. بدأ يديني المسافات بتاعة الكانات بتاعتي ما بين كل كانة والتانية 20، وبدأ يعمل لي الحديد بتاعي هنا سيخين، وهنا 2 للشرينكج، وهنا 5 لو قربت كده هتلاقي 5 وما بينهم اللي هو الحديد اللي هو بالعرض ده. تمام كده. طيب ده اول حاجه بالنسبه لي كعمود، انا كده عملت سيكشن تمام للقلم بتاعي. يعني انا ممكن اخرج الشوب دروينج بتاعي لتفريد الحديد، وان انا استخدمت هنا الكنة ايه، واستخدمت هنا الحديد الطول ايه. ولو ركزت هنا كده يا هندسه هتبص تلاقي السيكشن هنا كده كتب لي هنا سيكشن 1. لو عايز اغيره هقول له ليفت كليك، وبعدين رينيم، واكتب عليه مثلا سيكشن اللي هو قطاع للعمود بتاعي. تمام كده. وبعدين اقول له اوكي هنا برضه. تمام كده. يعني معنى ذلك ان انا لما اجي اعمل اخراج وعندي مجموعه من الاعمده ليها تسليح مختلف، عمود معايا هطلعه لوحده بالتسليح بتاعه وهكذا. طيب عملنا اول سيكشن، عايز ابدا يا هندسه نعمل سيكشن تاني لكاميرا، فاروح للجراوند ليفل عشان ابدا ان انا اعمل تسليح لكاميرا عندي. طيب عشان اعمل تسليح لكاميرا عندي او اي عنصر عندي، عايز ان انا ابدا اعمل سيكشن، فاقول له من هنا برضو عايز اعمل سيكشن، سيب البروجكت بتاعي، وبعدين ابدا اختار يا هندسه عايز تعمل السيكشن بتاعك فين، فاقول له ليفت كليك هنا وليفت كليك هنا. طيب هندسة، هو باصص في الاتجاه ده، لو عايزه يعكس الاتجاه التاني يبص في الاتجاه التاني. لو ركزت هنا كده هندسة هتلاقي في سهمين جنب بعض اسمهم فيليب، اللي انا بغير منهم الاتجاه، فلو قلت له ليفت كليك عليهم كده فبدأ يديلي الرؤية بتاعتي او يعكس لي الرؤية بتاعتي اللي هنا. هعمل دراج كده عشان اشوف البيم بتاعتي، وهقول له تمام، واسكيب عشان اخرج من امر السكشن، وبعدين اعمل له دبل كليك هنا كده هندسة، وابدأ اركز هنا بقى. طيب هندسة، انت دلوقتي قاطع فين؟ انا هندسة دلوقتي واخد سيكشن، السيكشن بتاعي جايب كده الطول بتاعي، فالمفروض ان البيم بتاعتي هي دي. تمام كده. فهظبط السيكشن بتاعي على قدها. تمام. وبعدين ابدأ اعمل يا هندسة التسليح بتاعك العادي. طيب اعمل التسليح بتاعي العادي ازاي يا هندسة؟ هنروح ل structural، وبعدين ريبار، أبدأ أختار يا هندسة برضو شكل الكانة، وأتأكد إن ده current work space وده parallel to work space، وبعدين هختار الكانة بتاعتي، وبعدين أختار القطر بتاعي. تمام. وبعدين هروح على هنا كده يا هندسة. طيب لما بروح على هنا كده قفل الكانة يتحرك معايا في الأربع اتجاهات. تمام. طيب اعمل اسكيب وافتح السكشن بتاعك عشان تشوف الكاميرا بتاعتك كاملة. structural ريبار، اختار الكانة، اختار القطر بتاعي، وبعدين اجي هنا كده انت عايز قفل الكنة بتاعك في يعني اتجاه، فاقول له انا عايز قفل الكنة بتاعي في الاتجاه ده ولنفترض. وبعدين عايز ابدا هندسة احط الحديد بتاعي الطولي، فهاجي هنا كده واختار سيخ حديد عندي عادي، وبعدين عايزه يكون عمودي على الكفر بتاعي، وبعدين اختار من هنا القطر. فافترضنا ان انا احط هنا 3 اسياخ، واحط هنا فوق سيخين. تمام كده. طيب وبعدين اقول له سكيل. لو جيت هنا كده هندسة هلاقي برضو ان الكانة بتاعتي معمولة سنجل، وفي نفس الوقت معمول العدد بتاعها. لا انا عايزها هندسة يكون
هشتغل بالماكسيموم سبيسنج، والماكسيموم سبيسنج اخليه هنا 150 واقول له انتر. تمام كده. لو رحت لل 3 دي كده يا هندسه عشان ابص على الكاميرا اللي انا عملتها دي، انا مش شايف برضو حاجه. تمام. طيب هقول له برضو من هنا كده، وبعدين فلتر شيك نون ستراكشر ريبار اوكي، وبعدين الفيزيو فيزابيليتي، وبعدين اقول له تشيك مارك هنا على ال 3 دي عشان يبدا يظهر لي الكاميرا بتاعتي. بص كده يا هندسه بدأ إن هو يعمل لي كده هندسة بدأ إن هو يعمل لي الحديد بتاعي بتاع الكاميرا بتاعتي، ولو ركزت هنا كمان هتلاقيه مطول الأسياخ بتاعتي مدخلها في العمود، وده الطبيعي إن الكاميرا أصلا بتكون متحملة على العمود. تمام كده. وهكذا بالنسبة للعمود التاني برضو مطول لي الحديد بتاعي عشان الكاميرا بتاعتي تكون متشالة على العمود. تمام. طيب أنا كده عملت يا هندسة تسليح لعمود وتسليح لكاميرا.